يا مساء الجمال. فيديو النهارده في دقيقتين هنتكلم عن مطهر غير كل المطهرات اللي اتكلمنا عنها قبل كده وكنا واثقين فيها. خليكم معانا في الفيديو، مش هنكمل معانا دقيقتين بالظبط. اهم حاجه اضغط لايك عشان الفيديو ياخد حقه في المشاهدات، واللي مش مشترك في القناه يشترك ولا يدخل في الفيديو. عشان قبل كده كنا بنتكلم دايما عن المطهرات، كنا بنتكلم عن فيركن اس، وكنا بنتكلم عن الكلور، وبنتكلم عن اليود والبتادين اللي هو نفس المادة الفعالة. كنا بنتكلم عن مطهرات كتيرة وكنا دايما بنبسط الامور وبنقول كان في طبعا الفيركن اس كان اعلاهم، وكنا واثقين فيه قوي لما كان مستورد، وانا عن نفسي كنت واثق فيه. الفيركن اس قعد فترة مختفي، جه لما الاستيراد يعتبر قل قوي والاسعار عليت قوي، هو انتشر بزيادة وبقت الاسعار بتاعته ارخص من الاول، فالموضوع ما بيش منطقي. وانا عن تجربه وعن الاماكن اللي بتبيعه الكتيره واللي مش موثوق فيها قوي، معلش انت ما كنتش بتجيبه لما كان منتشر عند كل الناس، لما اختفى، ولما الدولار ساعه لما فتره الدولار عدى وبقي يعني الاستيراد كله واقف، ازاي انتشر بالشكل ده؟ المهم بقي الموضوع مشكوك فيه شويه. كان في منتج طول الوقت كان موجود، ده ولا اعلان عنه ولا يخصني في حاجه، بس كان اللي بيمنعني عنه الحاجه الوحيده ان هو كان سعره غالي. المنتج ده ايه؟ الديتول. الديتول الاصلي اللي في الصيدليات البشريه واللي في الماركتات الكبيره المضمونه. الديتول ده موجود طول عمره. حد يقول لنا طب كنت تستخدموه؟ هو يعتبر فيركن اس بالظبط، واستخداماته وكل حاجه زي ما هي. بيقضي على كل حاجه. عن تجربه، لو عندك اصابه ولا حاجه وبترش فيركن اس على زي ما انا برش هوريكم دلوقتي، هتلاقوا ان الاصابه بتنحسر. واتجربته في حاجه ان حطيت فرد كان عنده دمعه مع حمامتين تاني، وكنت برش فيركن اس كل يوم عليهم وعلى الارضيه. عايز اقول لكم الحمام اللي جنبه ما تعداش، ومع انه كان معاه في نفس العين. فده عن تجربه طبعا خلاني خدت الثقه اللي انا كنت واخدها في الاول في فيركن اس. كان بيمنعني عنه الحاجه الوحيده زي ما قلت لكم الغلا. هو ما فيهوش عيوبه الوحيده الغلا. ده طبعا احنا بنستخدمه على الجروح، اللي هي بتاعتنا احنا، يعني مش الشكل الخارجي من بره، لا، يعني لما يكون جرح متعور ولا حاجه بنطهر بيه مفيش مشاكل. فده يقول ان هو امن قوي. المهم احنا بنستخدمه. انا بحط بخاخه، عشان انا قلت لكم الفيديو مش هيطول. انا بجيب مثلا بخاخه زي دي عاديه زي كده، وبجيب غطا لازازه زي دي. لو مش عايزين تحطوا سيبكم من الغطا، عشان في كل ازازه من الحجم ده بتفرق في غطاها، في حجم الغطا. يعني نحط 50 سم او 50 مل، ماشي. بنحطه على اللتر او على دي، يعني اللي يريحكم. هو دي مش لتر، بس انا بحب الموضوع يبقى مركز، لان انا كده هرش عليه. مثلا ادي عندي مثلا حمام اهو، عندي الميه اهي محطوطه عادي اهو. انا برش بقى على الحمام، برش مثلا باجي كده من بعيد شويه كده اهو، وبرش اهو ادي على الحمام وعلى الارضيه وعلى الميه وعلى الطاجن وعلى كل حاجه. تمام. انا برش مرتين في الاسبوع، ده العادي بتاعي. اجي على قصه دي محصي اهو، ادي الاكاله موجوده بس فاضيه، تمام، والميه موجوده. اديني برش زي ما حضراتكم شايفين اهو، شايفين برش. حتى الحمام نفسه اديله رشتين، جه على عينه مفيش مشاكل، في الطاجن مفيش مشاكل. تمام. ادي مثلا زغاليل، مفيش مشاكل ان انا ارش عليها، بس انا مش هرش دلوقتي لان دلوقتي الشمس تعتبر غابت سنه على الزغاليل. برضو الزغاليل مش هتنشف نفسها بسرعه، فلما اجي ارش اتعود ارش على في وقت ما يكونش فيه يعني ما يكونش خلاص في ظل بقى والجو برد شويه. يعني اختار اكتر وقت يكون حر فيه وارش بقى على الحمام كله. الحمام السايب ارش عليه، على الحمام نفسه، على الارضيات، على الميه. لو عايز ازود، لو عندي اصابه ولا حاجه ممكن ازود، احط سنتي على لتر الميه واشربوا منه عادي وزي الفل وامن، وعن تجربه مفيهوش اي مشكله. كده متهيألي ان احنا شفنا استخدام الديتول مفيهوش عيوب، كله مميزات. عندك اي اصابه اول حاجه تعملها طهر المكان، رش على الحمام ورش على كل الارضيات بعد ما تنضف. طبعا عندك اصابه حط 1 سم على لتر الميه لمده 3 ايام. ما عندكش اصابه ملوش لازمه انك تشرب، وخليك في التطهير بس من بره. زي ما قلنا ان كل ما تتفاعلوا مع الفيديوهات
كل ما هنضغط في الفيديوهات وهنزودها. كده احنا وصلنا نهايه الفيديو. ما تنساش اللايك عشان الفايده تعم، واستنونا باذن الله في فيديو جديد. السلام عليكم.